وانا بعمل الاكل ان انا اسمع بودكاست، انا اعمل غدا بسيط جدا. شوفي بالروتين ده انا يعني يمكن سمعت البودكاست ده كتير، ممكن بتشتت بانه هو يومه مش مظبوط، انه وراه حاجات كتير ومش بينجزها، مفهوش تكلف، اللي مفهوش ان انتي سوبر وومن هتقومي تعملي كل حاجه. يا مساء الخير يا حبوباتي، يا رب تكونوا بخير. عارفه اني غايبه بقالي اسبوع، بس اوقات كده بحب اقعد مع نفسي واشوف كده انا عايزه اعمل ايه الفتره الجايه، او انا في عادات عايزه ابطلها، عادات عايزه ازودها. بحب قوي وانا بعمل الاكل ان انا اسمع بودكاست. بحس ان ده وقت انا عايزه استفاد بيه، مش عايزه ان انا اضيعه، فاهمين؟ بعيدا بقى ان انا ببقى مبسوطة ان انا بعمل اكل، واكتر هواية عندي بقت يعني بحبها هي موضوع ان انا اعمل اكل اكيد. والفترة الجاية هقول لكم مفاجأة، بس خلينا في الفترة اللي احنا فيها، لان انا عايزة اكلمكم في موضوع مهم جدا جدا. مبدئيا النهاردة قررت ان انا اعمل غدا بسيط جدا، وابتديت معاكم الروتين من نص اليوم، وده لان الفترة دي بحاول ان انا اتشافى بالروتين. في الحقيقة ان موضوع التشافي بالروتين ده انا يعني يمكن سمعت البودكاست ده كتير جدا، مش سمعته من كذا حد، لا انا بعيد نفس البودكاست، لان انا اكتر حاجة كنت مش بحبها في حياتي هي الروتين. بحب ان انا اغير، بحب ان انا اي حاجة، يعني انتوا عارفين لو قمت نظفت فلا التنظيفة دي لازم اغير فيها ديكور، ازود فيها حاجة، انقص فيها حاجة، مش شرط ان انتوا يعني حاجة مكلفة، لا عادي انا اغير الاماكن، فاهمين؟ فموضوع الروتين ده بالنسبة لي اتشافى بيه نفسيا، دي بالنسبة لي حاجة جديدة جدا. فالفترة دي قررت ان انا اشاركه الموضوع ده، لعل وعسى يكون حد بيمر ممكن بتشتت بانه هو يومه مش مظبوط، حاسس انه وراه حاجات كتير ومش بينجزها، بيخلص طاقته بدري. في الحقيقة ان الموضوع كبير جدا، ولكن احنا لازم نهونها ونخليها زي نظام، ممكن خطوات كده بحيث ان احنا نمشي عليها ستيب باي ستيب، محدش فجأة هيتغير يعني. ولكن قررت ان انا ابتدي على الاقل ان مخلصش كل طاقتي الصبح، مصحاش اعمل كل حاجة، ببتدي بيوم هادي خالص، حتى ما صورتش فيه، يعني فاهمين؟ اللي هو عملت الايس كوفي بتاعتي والفطار بتاعي بكل هدوء، قعدت اكل وانا بتفرج على حاجة عايزة، يعني حاجة بحب عايزة اتفرج عليها، فاهمين؟ اللي هو رتم هادي بسيط، ما قمتش نظفت، ما قمتش عملت حاجة. ابتديت الغدا بحاجة يعني سريعة، حطيت اللحمة عشان اعمل طاجن كده بسلة على السريع، فاهمين؟ اللي هو حتى مش عايزة اجهد نفسي، لان انا كان عاملة بيضة بالزعتر السوري، ف مجرد ان انا بس طلعتها من الفريزر وحطيتها في الفرن وزودت عليها الجبنة الموتزاريلا وبس. عارفين انتوا اللي هو ايه، رتم بسيط هادي، ممكن كذا خطوة ولكن هو رتم بسيط، يعني ما قمتش عجنت مثلا، فاهمين؟ لا هو كان يوم عجنت فيه توست وعملت فيه عجينة زيادة اللي هي البيضة وحطيتها في الفريزر، يعني موضوع بسيط جدا يعني. بس وختمت كده اليوم بقهوة عربي، وعملت تمر زبدة الفول السوداني، يعني اكتر سناك بحبه جنب القهوة العربي. وبس عارفين انتوا اللي هو سبت المطبخ بعد كده نظيف وجميل، وخلاص كده اليوم انتهى بدون ما يعني اعمل وش كتير في اليوم، فاهمين؟ في نفس الوقت انتوا حاسين
بالانجاز. يعني قمتوا نضفتوا وعملت الاكل، شربتوا قهوة، قعدتوا مع نفسكوا، عملتوا فطار، شفتوا بيتكم محتاج ايه. ولكن الفكرة كلها بالرتم الهادي البسيط اللي مفهوش تكلف، اللي مفهوش ان انتي سوبر وومن هتقومي تعملي كل حاجة. لا، انتي بني ادم، انتي بني ادمة طبيعية جدا، وليكي وقت ان انتي عايزة تقعدي فيه مع نفسك. وقت لا هو ده الوقت الغدا، ده وقت الفطار، ده وقت ان انا اعمل فيه سناك مثلا. كل حاجة ليها وقتها. بس عارفين ايه اهم نقطة واكتر حاجة فرقت معايا نفسيا؟ ان احنا مش شرط عشان مشينا على روتين ان احنا ما نبوظوش خالص. بالعكس، انت لما هتبوظي الروتين في النص انت هتعرفي قيمة الروتين اكتر اللي انت كنتي ماشية عليه، فهتتعلقي اكتر بروتينك وتتمسكي اكتر بروتينك. فاهمين؟ انا عايزه اقول لكم ان في نص اليوم انا يعني غيرت ديكور بسيط جدا جدا جدا، يعني وانا بلمع الرخامه، اللي هو بجد انا ما عملتش تنظيف عالي، ما عملتش مجهود كبير خالص خالص. انا غيرت ديكور، حسيت براحه مثلا نفسيه. وكمان عايزه اقول لكم موضوع ان احضر فطار او ان اعمل تو دو ليست بالحاجات اللي ورايا، او بتحضيرات الغدا للاسبوع. كل دي حاجات بالنسبه لي بتسهل عليا امشي على الروتين ده اكتر. الفتره الجايه ان شاء الله هنتكلم اكتر عن الموضوع، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.